أطيب الله أوقاتكم بكل خير مشاهدينا الأفاضل أينما كنتم، أهلا وسهلا بكم إلى هذه النشرة الجوية الجديدة الذي نستهلها بالإطلال عن آخر المستجدات وتحليل النماذج العددية للطقس. أمامكم في الصورة تحديث للنموذج الGPS الأمريكي، صراحة تحديث قوي حيث يشير إلى اضطراب جوي هام خلال الأول من شهر ديسمبر الشهر المقبل، قد يؤثر على كل من ليبيا كذلك المناطق التونسية وكذلك المناطق الجزائرية، حيث يضع تقلبات هامة مع كمية أمطار قوية على المناطق الشمالية والوسطى لتونس، كذلك المناطق والولايات الشمالية شرقية الجزائر، وصولا حتى للمناطق الغربية وبعض المناطق الداخلية والجنوبية للبلاد، وكذلك تركز الأمطار وبغزارة على كافة السواحل الغربية الوسطى وصولا حتى للسواحل الشرقية بالنسبة لليبيا. ولكن هذه التوقعات قابلة للتغيير، لأننا نتحدث عن توقعات تزيد عن 7 أيام، وبالتالي النماذج لا زالت مرتبكة. إذا ذهبنا إلى تحديث للنموذج أو النماذج الأخرى، لدينا النموذج الأوروبي للذكاء الاصطناعي، سنرى كيف يرى الوضع بأن الجو أو بأن الأجواء ستكون ممطرة خلال الفترة المقبلة، وابتداء من الأسبوع الأول من شهر ديسمبر قد تطال المناطق والولايات الغربية الجزائر، وخاصة أننا نعرف أن غرب الجزائر يعاني من جفاف حاد وكذلك غياب للأمطار لفترة. لم نعد نتذكر آخر مرة عرفت المناطق الغربية للجزائر تساقطات مطرية على أي. لدينا كذلك المناطق الغربية، المناطق الشرقية والسواحل الوسطى للجزائر تحت وقع أمطار مهمة، ثم يضع المناطق الشمالية لتونس والسواحل الوسطى وكذلك حتى بعض المناطق الجنوبية والسواحل الجنوبية الشرقية لتونس تحت وقع تساقطات مطرية. كذلك نفس الأمر ينطبق على دولة ليبيا، حيث يضع تساقطات مطرية لكن ليست بتلك القوة والأهمية على السواحل الشمالية، حيث يضع في تراكم الأمطار حوالي تكون في حدود حوالي 30 مليمترا. ولكن كما قلت لكم الوضع الجوي لا زال قابل للتغيير، لأن الرؤية أكثر ستبدأ الاتضاح خلال تحديثات يوم غد الاثنين، التي حقيقة سيعول على التحديثات بعد، ليست تحديثات مساء هذا اليوم إنما تحديثات يوم غد الاثنين والثلاثاء، ستكون تحديثات مهمة جدا، وسنرى وستتضح الرؤية أي طريق ستكون عليها المنظومة الجوية بالنسبة لدول شمال إفريقيا. بالنسبة للنموذج الأوروبي OCMWF الرسمي والذي أصدر تحديثاته صباح هذا اليوم، الذي للأمانة تراجع بشأن المنخفض الجوي الذي كما قلنا خلال الأول من ديسمبر، لكن يضع المنخفض سيتمركز بحوض المتوسط. انظروا إلى الأمطار كيف ستؤثر على المناطق البحرية دون تعمقها أكثر، مع امتداد لجدار من الأمطار على المناطق البرية وعدم تعمق الأمطار للمناطق الداخلية، كذلك تمركز الأمطار على المناطق الساحلية التونسية الشمالية والوسطى، وكذلك المناطق الشمالية لتونس قد تشهد تساقطات مطرية، وكذلك تركز الأمطار على السواحل الشرقية والوسطى وبأقل حدة المناطق الغربية بالنسبة للجزائر. وبالتالي نحن أمام وضعية جوية لا نقول معقدة، وإنما نقول بأن هناك تخبط من النماذج العددي للطقس حول إمكانية توغل المنخفضات، والتي صراحة خلال السنوات الأخيرة شاهدنا أكثر من سيناريو بهذا الشكل، عدم تعمق المنخفضات واقتصارها على المناطق الساحلية. وربما هذا الأمر يعود إلى التصحر الكبير الذي بدأ يطال المناطق الداخلية وكذلك المرتفع الجوي سواء الإفريقي والأزوري الذي يحول دون تعمق المنخفضات. ولكن النموذج الGPS الأمريكي هو الأكثر تفاؤلا في تحديثاته لحدود هذه اللحظة، يرى بأن المنخفض سوف يتعمق للداخل أو نحو الدواخل الجزائرية وكذلك نحو الدواخل التونسية والمناطق الليبية بحول الله تعالى. هذا ما لدينا في هذه النشرة، سنوافيكم بكل جديد في قادم المواعيد. يرجى التذكير بأن المناطق الساحلية والمناطق الشمالية الشرقية والمناطق الوسطى للجزائر والمناطق الشمالية الغربية لتونس ستعرف تساقطات مطرية خاصة يومي الثلاثاء والأربعاء بحول الله تعالى، نتيجة لمرور جبهات ممطرة. هذا كل ما لدينا، إلى اللقاء.